Welcome to Mr. Arish channel. السلام عليكم. أنا محمود عمر مستر عريش. بس الفيديو ده طالع من دبي في الإمارات. بشتغل في الفنادق، تحديدا الفرونت أوفيس، هو الاستقبال بالعربي ريسبشن. إن شاء الله عايز أعمل لكم فيديوهات تساعدكم في موضوع الشغل دوت، اللي هو شغل الفنادق، أو إيه الأقسام اللي ممكن نشتغل فيها في الفنادق. بالنسبة لي أنا كنت عايز أشتغل في الفرونت أوفيس، اللي هي المكاتب الأمامية أو الاستقبال بالعربي. انا دورت كتير جدا، حاولت ان انا الاقي حد بيعمل محتوى دوت، ان انا ازاي يساعدني ان انا اشتغل في الريسبشن. كل معلوماتنا عن الناس اللي بتشتغل في الريسبشن في الفنادق ديت بتقابل انترناشونال جيست من كل حتة، روس، اوكران، المان، انجليز. فهو الراجل اللي واقف على الريسبشن ده بقى المفروض بيتكلم اسباني وصيني وبرتغالي وبيتكلم كل اللغات اللي في الدنيا؟ اكيد لا طبعا. فانا حاولت ان انا ادور على حد يساعدني في كده. كنت قلقان ازاي هبدأ، ازاي هروح اعمل انترفيو. الموضوع بيخوف، انا مش كواليفايد، انا امكانياتي مش كفاية للشغلانة ديت. هترفض من قبل ما اعمل الانترفيو، كلام كتير دوت. فانا عايز اديكم معلومة سريعة ازاي ممكن تدخل ريسبشن فندق، وازاي تبدأ في الفرونت اوفيس، ايه المؤهلات اللي انت محتاجها. لازم تكون خريج بكالوريوس سياحة ولا لأ، مؤهلك الدراسي يكون ايه. بالنسبة لي أنا خريج بكالوريوس سياحة، إدارة فنادق، وكنت الأول على دفعتي يعني السنين كلها الحمد لله. وقبل ما أكون قبل ما أخد الباتشر ديجري، البي ديجري، اسمه إيه، البكالوريوس، قبل ما أخده دخلت مدرسة فندقية 5 سنين. فأنا درست 5 سنين فندقة. زين دخلت كلية في سنة، دخلت تانية على طول عشان كنت أخد سنتين قبل كده، وال3 سنين أخدتهم برضو الأول على الدفعة. فأنا أصلا مولود بتاع سياحة وفنادق الحمد لله يعني. اشتغلت في أقسام كتير في الفنادق علشان أخد اكسبيرينس، أو عشان خاطر أحاول أوصل لموضوع الفرونت أوفيس دوت. حسيت الموضوع صعب وملقتش حد يساعدني وكده. فأنا جات لي فرصة الحمد لله، إن أنا يعني أنا عارف إن هو فرونت أوفيس ديت بتتكون من أكتر من قسم. المكاتب الأمامية دي فيها أكتر من قسم، مثلا البيل كابتن اللي هو الكونسيرج اللي بيشيل الشنط بتاع الجيست بيوصلها الغرف. الأوبريتور، الأوبريتور ده اللي هو بيستقبل المكالمات اللي جاية للريسبشن، مثلا internal external. لو حد بيتكلم من الفندق من جوه، محتاج حاجة في الأوضة، محتاج أكل في الأوضة، محتاج يتشقلب في الأوضة، محتاج أي حاجة. فكل حاجة، كل المكالمات دي بتعدي على الأوبريتور، سواء internal لحد من الفندق أو حد من خارج الفندق. بالنسبة للأوبريتور ده ما بيعملش ريزرفيشن، هو بس بيحول مكالمات من من الأقسام الداخلية أو من الغرف، او من خارج الاوتيل. يعني حد بيتصل بيقول انا عايز احجز، بيحاول على ريزرفيشن. حد بيتصل بيقول انا عايز اكل في الغرفه، بيحول له روم سيرفيس. حد بيقول له انا عندي تكييف بايظ، بيعمل له اوردر صيانه. هو ده الاوبريتور. في ناس بتقول عليه وان تاتش سيرفيس، او تي اس. فاحنا كده قلنا الاوبريتور، الكونسيرج، الريسبشن، والجيست ريليشن، العلاقات العامه. الجيست ريليشن دي معظمها بتكون شغلانه بنات يعني، فاكيد طبعا في رجاله بيشتغلوا فيها، بس هي معظمها بيكون بنات، العلاقات العامه. ومستحوذين عليها الاجانب في مصر، يعني مستحوذين عليها الاوكران، الروس، والالمان. بالنسبه للماركت بتاع الغردقه، فهو لازم الجيست ريليشن في الغردقه يكون بيعرف الماني او بيعرف روسي، والانجليزي دوت حاجه طبيعيه دوت. بالنسبه تدخل الفرونت ازاي، انا دخلت الفرونت عن طريق الاو تي اس اللي هو الاوبريتور. آه، قدمت، عرفت ان في فاكنسي، مكان فاضي في اوتيل معين، قدمت فيه. ورحت قلت ان انا عايز اشتغل في الريسبشن، وانا عندي خبره في كذا وكذا وكذا وكاستمر سيرفيس، ما علينا، والكلمتين الحلوين، وحضرت نفسي الانترفيو كويس. بالنسبه للاوبريتور مش محتاجك ان انت تكون طيار، والانجليش بتاعك مش محتاج برضو ان انت تكون حاجه بيرفكت. يعني ان انت تفهم الكيس وتوصل معلومه وتستلم معلومه. فانا اشتغلت في الاوبريتور،
قبل ما ادخل الاوبريشن، قبل ما ادخل الشغل، حاولت اعرف كل حاجه في الفندق. كل حاجه في الفندق بمعنى ايه؟ بالنسبه للغه، انا بتكلم عن اللغه دلوقتي. انا بشتغل يعتبر في الفرونت اوفيس في المكاتب الاماميه، فانا لازم افهم الجست اللي بيكلمني دوت هو عشان خاطر الريسبشن او الاوبريتور، او ده اللي هو الاسم بتاع الفندق. ما في الجست عنده اي مشكله، عنده اي حاجه، بيجي لك انت، بيجي جستليشن، والجستليشن جزء من الفرونت اوفيس، فانت لازم تفهمه. فبالنسبه للمكالمات، حضر نفسك لل للموضوع الاوبريتور دوت. انت بتحتاج انجليزي بتاعك ايه، اللي بتقول الجريتنج بتاعك ازاي، الاكسنت بتاعتك برضه لازم تكون واضحه، النوت بتاع بتاع صوتك بيكون واضح، صوت مش عالي وفي نفس الوقت مش ضعيف. فانا حضرت نفسي للاو تي اس ديت، عباره ان انا كنت مثلا بحط نفسي مكان الجست ده قاعد في الاوضه، هيطلب مني ايه؟ ممكن يطلب مني مكوى، انا مش عارف يعني ايه مكوى، لا، اروح اعرف يعني ايه مكوى. جيست ممكن يطلب مني مشترك، ممكن يطلب مني شماعة، الحاجات. انت بتعرف انجليزي كويس وانا بعرف انجليزي كويس، بس ممكن يطلب منك حاجات انت كلمة عمرك ما استخدمتها في حياتك. بلاعة، السيفون، شباك، ممكن الكلام ده عادي، بس ممكن يطلب منك حاجات غريبة يعني. قنوات التلفزيون مش شغالة، حجارة ريموت التلفزيون، بطاريات الباب ما بيفتحش. هيطلب حط نفسك مكان جيست وشوف هو هيطلب منك ايه، او ممكن يطلب منك ايه ممكن يبوظ عنده في الأوضة يبقى مش شغال، فتضطر انت ترد عليه وتساعده. فانت بالنسبة لو انت مش عارف هو بيقول لك ايه، فانت مش تفهم. فحضر نفسك لل للبوزيشن دوت او للشغل دوت عن طريق ان انت تذاكر كتير لغة في تخصصك. يعني بمعنى، يعني انا مثلا انا بشتغل، انا شيفت ليدر في الريسبشن. هو في حاجه اسمها جي اس اي، وبعد الجي اس اي في شيفت ليدر. فشيفت ليدر انا بتكلم ايه؟ أنا بتكلم الماني، بتكلم روسي، بتكلم انجليزي، وبتكلم عربي، وبخبط في شويه حاجات تانية كده. فمعنى ان انا قلت ان انا بتكلم الماني، هو انا بتكلم الماني؟ لا طبعا، انا بتكلم حاجه اسمها ديسك لانجوج. يعني ايه ديسك لانجوج؟ او بتكلم روسي ديسك لانجوج. لما جيست بيجي لي على الديسك او على الريسبشن بيقول عايز يعمل تشيك ان او تشيك اوت، الجيست جالي على الريسبشن، برحب بالجيست باللغة الروسية. ازاي بديله الانفورميشن بتاع الاوتيل، ازاي بوجهه للكونسيرج عشان يعمل سكورتنج للغرفة، ازاي ياخده على الغرفة بتاعته. دي اسمها ديسك لانجوج. لكن لو الجيست جه قال لي انا الكربيراتير والكاوتشات بتاعت العربية اتخرمت ومش عارف، انا مش هفهم الكلام ده. انا بقول ان انا بتكلم روسي ديسك لانجوج. لكن لو الجيست جه قال لي انا البنكرياس عندي اصلا وعندي كان مشكلة في المعدة، وانا ما بفهمش الكلام ده، انا بتكلم في السياسة، في السياحة. لكن تيجي تكلمني في السياسة، في ميكانيكا، في طب، في مش عارف ايه، انا مش هفهم الكلام ده. فانت حضر نفسك كلغة، كديسك لانجوج. وبالنسبة لموضوع اللغات دوت في الريسبشن، انا اكتشفت ان الموضوع دوت مش ضروري. هو حاجة مش ضروري عشان تتعين. يعني بالنسبة لمصر حاجة ضرورية، بس بالنسبة هنا للإمارات هو اللغة الأولى إنجليزي. أنت بتتكلم عربي، دي حاجة كتر خيرك، كويس. ممكن يدوك انسنتيف على ايه، يدوك يعني حاجة اوفر عليها. بتتكلم أي لغة تاني خلاص مش مشكلة. بس بالنسبة لمصر ممكن تشتغل بإنجلش بس. ممكن يعني مثلا دور على الفنادق اللي هي فيها اوبريشن عالي، بمعنى أصح مثلا هقول لكم مثال. في فندق اسمه جاز أكوا مارين. جاز أكوا مارين دوت فيه حوالي 1000 غرفة، 1200 غرفة. فالريسبشن بيبقى عبارة عن خناقة، فايتنج، في قتال على الريسبشن. من التاسكات اللي بيعملها الريسبشن انه بيفتح خزنة للجست. يعني مثلا الجست بيكون عنده الخزنة في الأوضة اتقفلت، فنسي الباسورد، البطارية باظت، أي حاجة، فمحتاجين حد يروح يفتح له الخزنة. ده ما بيكونش صيانة، مفتاح الخزنة بيكون في الريسبشن بس. ففي الهاي اوبريشن دوت هم عايزين واحد مش شيفت ليدر في الريسبشن ولا ايجنت يستغنى عنه، هو ده بيعمل تشيك ان وتشيك اوت. عايزين ياخدوا واحد
يطلعوه، فبيجيبوا الناس بتاعت الاوبريتور ديت تتدرب على الريسبشن برضه، لو بيحتاجوهم في حاجه زي كده بيطلعوا. فانت هتدخل في الشغل واحده واحده. في وقت الهاي اوبريشن في السيزون في الصيف، قدم في الفنادق الكبيره دي يقولوا هاتوم، يفتح خزن، يصور ورق، يعمل اي حاجه، هتدخل في النص وبعد كده هتتعلم. آه، انا عندي كلام كتير اقوله، بس عشان ما اطولش في الفيديو، بيتهيألي عدى 10 دقايق، عشان ما اطولش في الفيديو هقول لكم كل مرة معلومة جديدة. وممكن انتوا لو بقى حد بدأ يتابعني بقى ان شاء الله، ممكن تكتبوا لي في الكومنتس انتوا محتاجين ايه، انا اساعدكم ازاي، اعمل لكم فيديوهات عن ايه، معلومة بالظبط اللي انتوا محتاجينها، وان شاء الله انزلها لكم. وبالنسبة للكواليتي او الايديت ده، معلش بقى، انا جيت الامارات قريب، فمش معايا لابتوب، مش معايا، ما عنديش اكسبيرينس كويسة عن الايديتنج وكده، بس ان شاء الله قريب جدا هبدأ اظبط لكم كل حاجة. شيسليفا يعني بسعادة، مع السلامة، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامة. Please hit the subscribe and like buttons, because that motivate me. Thank you very much indeed.